اهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم اي مشكله ومش لاقيين لها حل يا ريت تبعتوها لنا تحت في صندوق التعليقات او على صفحتنا على فيسبوك، وباذن الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهارده. لو سمحتي انا هدخل في الموضوع على طول. هو ظروفه صعبة ومفيش شقة ولا في شغل بسبب انه في الجيش، وبيشرب سجاير، وكان ليه تصرفات قبل كده مش لطيفة. المهم يعني من ساعة ما خطبني هو بطلها. المميزات انا وهو بنحب بعض، وحنين وبيفهمني وبينا تفاهم ومودة، ولا عمرنا نيمنا بعض زعلانين. بس اهلي عاوزين يبعدوني عن حبيبي وخطيبي، لانه شايفين انه شخص مش مسؤول وبيضيع وقت وما التزمش باي كلمه من اللي اتفق عليها قبل الخطوبه. وحاليا بيقول انا قدامي مش اقل من 5 سنين. خايفه كمان 5 سنين اكون من البنات اللي ما سمعوش كلام اهلهم وبياخدوا على دماغهم، مع ان انا مش كده والله، بس من كتر ما بقوا يخوفوني انا بقيت خايفه فعلا. وخايفه اسمع كلامهم اجي كمان 5 سنين الاقيني ضيعت راجل بحبه وبيحبني وبيحتويني ويفهمني وما الاقيش زيه اصلا. وخايفه اتجوز واحد يمرمطني نفسيا او اكون لسه بفكر فيه مثلا وافضل اقارنه بغيره. دلوني، انا محتاره مش عارفه اعمل ايه. لصاحبة المشكلة، قولا واحدا، اسمعي كلام أهلك. الراجل بيتعرف من كلمته، وطالما خلف وعوده واتفاقاته يبقى ملوش أمان. ولو الظروف كانت هي السبب كان جه اعتذر وقال والله يا عمي أنا عملت كذا وكذا وخدت خطوة، يعني خدت الخطوة ده، هي خطوة واحدة بس. وموضوع التدخين ده راجع نفسك فيه. يعني عموما مع أي عريس مش ده بس. الجواز مودة ورحمة مش حب وطاقة مشتعلة طول الوقت، فلازم يكون في تفاهم واحترام والتزام، وأهم حاجة تحمل المسؤولية. اما بقى بالنسبه لقرار الانفصال، لو خدتي قرار الانفصال يبقى تقفلي الباب ده للابد، ولا حتى يجي على بالك قبل ما تتخطبي اصلا لغيره. وفي النهايه بتمنى لك حياه سعيده.